هل معقول الذكاء الاصطناعي يخلينا نخسر وظائفنا؟ هل يعتبر الأطباء آخر المهن، أو نحن كأطباء موجودين بالوقت الحالي نحن نعتبر آخر الأطباء بالنسبة للجيل اللي جاي؟ الطيارين، المهن الحرة، النجار، السمكري، هدول المواضيع كلها معقول الذكاء الاصطناعي يخلينا نخترع أشياء اللي هي نستغنى عنهم؟ خلينا نشوف مع بعض. طيب، هل معقول الذكاء الاصطناعي صار عم بيقرأ الأشعات، صار عم بيحلل، صار عم بيشخص الحالات، صار عم بيكتب وصفات؟ نحن لما نوصل لهيك مرحلة قديش ممكن تعمل قلق لكثير من الأطباء؟ بشكل عام حنمشي بالموضوع بالتسلسل لأنه بدنا نوصل لمرحلة هل نحن هذا كله اللي نحن عم نحكي عنه ذكاء الاصطناعي إذا ما استغليناه مظبوط أو ما مشينا مع التكنولوجيا بشكل صحيح، هل فعلا نحن حنكون أو الأطباء حيكونوا خلص ما عاد لهم دور؟ أكيد لا. هل بيقدر الذكاء الاصطناعي يطبطب على كتف مريض قلق أو يشعر بالإحباط بالوقت اللي ما عم تتحسن حالته؟ المريض يعني بده يتعامل مع شخص أو مع دكتور أو مع طبيب يحس بحالته، لازم نحن نقرب المريض لإلنا حتى يحس بالأمان، وإذا ما حس بالأمان ما راح يقدر يتخلص من الإحباط اللي عنده. الذكاء الاصطناعي بيقدر ياخد هيدا الدور؟ ما الطبيب مش فقط شخص هو بشخص الإنسان حيضله إنسان، والجماد حيضله جماد، والاصطناعي حيضله اصطناعي. بعدنا عم نقول ذكاء اصطناعي، ليش ما نكون بذكاء طبيعي؟ الطبيب هو عبارة عن ذكاء طبيعي. بالرغم من هيك ما بنستغني عن التكنولوجيا ولا راح نستغني عن التطورات، ولكن لازم نحن أفضل طريقة أنه نحن ندمجهم مع بعض. السيناريو الأقرب والأحسن والأفضل اللي هو الطبيب زائد ال AI. الواقع أن الذكاء الاصطناعي ما راح يستبدل الطبيب، بل لازم يصير شريك له. نحن عم نحكي عن الأفضل. الطبيب اللي راح يعرف يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي راح يكون الأسرع والأدق والأكفأ. إذن هل نحن آخر الأطباء؟ الجواب لا، لكن ربما الجيل الأخير من الأطباء الذين يمارسون الطب كما هو الآن. نحن منفضل أنه نواكب التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي ممكن يكون مساعد لنا وممكن يفيدنا كتير بحياتنا اليومية ويوفر علينا الوقت، وهذا المهم جدا. نحن توفير الوقت والإسراع بالتشخيص والإسراع بالنتائج. نحن وصلنا لمرحلة إذا بدنا نحكي عن المريض صار خلقه ضيق، بده اليوم قبل بكرة، ونحن عارفين إنه موضوع الذكاء الاصطناعي ممكن يأملنا هذا الموضوع ويوفر علينا بعض الأمور اللي نحن بدنا نبحث عنها حتى نلاقيها. نحن الجيل الأخير من الأطباء اللي عم بيمارسوا الطب كما كان، بس الجيل القادم سيجمع العلم والرحمة والتكنولوجيا. نستعد لنكون أطباء المستقبل بدل أن نقلق من نهايتنا. في داعي أن نقلق من نهايتنا، لأنه نحن مجرد ما عم نواكب التكنولوجيا وعم نواكب آخر التطورات مع خبرتنا، بعتقد حتكون النهاية والنتائج أفضل وأحسن وأكفأ. يعطيكم العافية.